أهلا وسهلا بحضراتكم. ثم لم يبقى أحد، رواية للكاتبة الإنجليزية أجاثا كريستي. بتدور أحداث الرواية عن 10 أشخاص استقبلوا دعوة غامضة للحضور لجزيرة في شمال إنجلترا. قبلوا الدعوة وراحوا للجزيرة، اتعرفوا على بعض. بعد كده سمعوا صوت مسجل بيناديهم وبيقول لهم إنهم كلهم مذنبين وإنهم هيتعاقبوا على جرائمهم اللي ارتكبوها. لما خافوا بعد ما سمعوا التسجيل وحاولوا يهربوا من الجزيرة، اكتشفوا انهم عالقين في جزيرة بعيدة جدا عن الشاطئ وانهم مش هيقدروا يخرجوا منها. وفي كل ليلة كان بيموت واحد فيهم، حتى ان القاتل كان من ضمن ال10 اشخاص، وهو كمان كان مذنب وارتكب جريمة من الجرائم البشعة. يا ترى ايه هي الجريمة اللي ارتكبها كل واحد من ال10 دول، وازاي هيموتوا؟ تعالوا نتعرف على الشخصيات ونعرف ايه هي الحكاية. الشخصية الأولى هو أنتوني مارستون، شاب متهور مغرور وأناني، كان مسؤول عن موت طفلين بسبب استهتاره أثناء قيادته للسيارة، واللي اكتفى القانون بمعاقبته بسحب رخصة القيادة منه لفترة قصيرة. الشخصية التانية شخصية الجنرال ماك آرثر، اللي قام بإرسال راجل كان بيظن إنه على علاقة بزوجته لمهمة انتحارية وتسببت في موته أثناء الحرب. نيجي بقى للشخصيتين التالتة والرابعة، وهما السيد والسيدة روجرز، اللي كانوا بيخدموا ست عجوزة وأهملوا في خدمتها وماتت. أما الشخصية الخامسة فكانت الآنسة إيميلي برينت، واللي كانت بتعامل الخادمة بقسوة وطردتها لما عرفت إنها حامل بطريقة غير شرعية، فانتحرت الخادمة بسبب فقدانها للعمل والمعاملة الغير إنسانية. أما الشخصية السادسة فكانت شخصية الدكتور أرمسترونج، اللي أجرى عملية جراحية وهو سكران وتسبب في وفاة المريضة. الشخصية السابعة ويليام بلور، هو مفتش الشرطة المتقاعد واللي كان بيشتغل محقق خاص، شهد زور في محاكمة متهم وقال إنه بينتمي لعصابة وتسبب في دخوله السجن ومات الراجل وهو مسجون. الشخصية الثامنة هو الكابتن لامبارد، وكانت جريمته إنه ساب مجموعة من أهالي قرية في أدغال أفريقيا يموتوا من الجوع بعد ما استولى على طعامهم. وكانت الشخصية التاسعة الآنسة فيرا كلايثورن، واللي تسببت بإهمالها في غرق طفل بالعمد لما كانت بترعى بعض الأطفال وأرسلته لشاطئ البحر لوحده. وأخيرا الشخصية العاشرة هو القاضي وورجريف، اللي حكم بالإعدام على متهم بريء رغم إنه عارف ببراءته. كده نكون اتعرفنا على الشخصيات ال10 وعرفنا جريمة كل واحد فيهم. تعالوا بقى نعرف مع بعض إزاي اتقتلوا. بعد ما اكتشفوا إنهم جم الجزيرة لأسباب تانية غير العمل وإنهم أصبحوا عالقين في الجزيرة، قرروا يفضلوا في مكانهم لحد ما يلاقوا طريقة يخرجوا منها. وبدأت عملية الموت بمارستون واللي اتقتل بالسم، فانهارت السيدة روجرز وعطاها الدكتور أرمسترونج مهدئ، لكنهم لقوها الصبح ميتة. فضلوا يدوروا على القاتل لحد ما حسوا ان اللي حصل ممكن يكون كان صدفة لا أكتر ولا أقل. وبيتوالى موت الشخصيات بأسباب غامضة، مع وجود أغنية متعلقة على الحيطة في أوضة كل واحد فيهم بتوصف طرق الموت ال10. وصينية موجودة في غرفة الجلوس موجود عليها 10 تماثيل صغيرة كان بينقص منها تمثال كل ما يموت واحد فيهم. حتى لقوا الجنرال مارك آرثر غرقان في دمه بسبب ضربة على مؤخرة راسه. وتبدأ الشكوك تزيد. بعدها يموت السيد روجرز والآنسة إيميلي، ويسمعوا صوت صراخ القاضي وورجريف اللي لقوه ميت بطلقة من مسدس. وتتعقد الأحداث ويزيد الرعب، ويختفي الطبيب أرمسترونج ويشكوا فيه على إنه هو القاتل، لكنهم بيلاقوه ميت على منحدر صخري. بعد كده
يموت المحقق ويليام بلور، وبعده فرانك لامبارد، وما يفضلش في النهاية غير المربية فيرا اللي ماتت مشنوقة في أوضة نومها. طب يا ترى مين القاتل من الشخصيات ال10؟ جت الشرطة للجزيرة ولقت 10 جثث ب10 قضايا قتل. قامت الشرطة بتفتيش كل جزء في الجزيرة من غير ما يلاقوا أي أثر للقاتل، لكن المجرم المجنون بالرغم من أنه ارتكب جرائم كاملة من غير ما حد يعرف يوصله، إلا أنه المرة دي كان عاوز الأجيال اللي جاية تعرف مدى ذكائه ومكره، فكتب رسالة وحطها في إزازة، وكانت الرسالة دي بتدل على القاتل الحقيقي، واللي كان القاضي لورانس ويرجريف، اللي كان القتيل نمرة 6 لكنه ما منش وقتها. كان مزيف موته بمساعدة الطبيب أرمسترونج على إنه هيختفي عشان يدور على القاتل، وبعد ما موت كل الأشخاص معتقد إنه بكده حقق العدالة اللي ما قدرش القانون إنه يحققها، موت نفسه بمسدسه وساب الرسالة اللي هتدل عليه. بكده تبقى خلصت روايتنا النهاردة، وإلى اللقاء مع رواية أخرى.